برنامج قدرتنا الاقتصادية لا تتحمل ده، وممكن جيل ولا جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أنا أقف أمامكم مباشرة لكي أتحدث معكم حديثا من القلب. أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. لرئاسة جمهورية مصر العربية أنا أمتثل لنداء جماهير مصر من الشعب المصري. مش مصدق نفسي يا ليل. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا ليل. خلاص يا مش مصدق نفسي يا ليل. مش مصدق نفسي يا ليل. يا ابني خلصت. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظ الله مصر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله. الوقفة دي لتأييد الرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي. الأستاذ عبد الفتاح السيسي. انا عاوز اقول لك ان الجيش خير اجناد الارض. عارف يعني ايه دي؟ كفايه بس ما حدش اختلف. والسيسي من الجيش يعني خير اجناد الارض برضه. الناس بتقول لك ان السيسي ده قتل ناس. خير اجناد الارض. احنا لو حضرتك ما نزلتش الرئاسه هنضرب عن الطعام. قسما بالله اذا انتوى المشير عمل مناظره هيكسح اي حد. السيسي اللي هيعلم قطر الادب، اللي هيعلم اردوغان الادب، اللي هيعلم امريكا الادب. بيقولوا ان لو كانت العسكريه الالمانيه عملت زي الفريق السيسي مع هتلر كان المانيا ما حصلش فيها الحرب العالميه دي. مش مين بص للسيسي الوسيم الجميل وما حبوش، انا لما ببص لصورته بأذوب حبا في جمال منظره وجمال هيئته وجمال شكله. استغفر الله العظيم يا رب. السيسي كان بايع فينا لحماس. الراجل ده ببص في وشه بلاقي في وشه براءة، بلاقي في وشه نور. بص شايف البراءة، شايف النور. حاجة تفرح، حاجة تفرح. ايوه انت تطلع صرخات السيسي. بس انا كده هنتخب السيسي عشان انت نصحتني، انت قلت لي السيسي. لا انتخب السيسي احسن انتخاب. ولا حمدين ولا زفت التين. عند ام ترتر ان شاء الله. عند ام ترتر، عارفها؟ الناس عارفين ان عبد الفتاح السيسي هو امتدادا للواء عمر سليمان. فابتعث الله ايضا رجلين كما ابتعث وارسل من قبل رجلين موسى وهارون. خرج السيسي ومحمد ابراهيم. تخيل ان هؤلاء من رسل الله عز وجل. الفريق عبد الفتاح السيسي ابن سيدنا الحسين، ابن المحبين لآل البيت. بيقولوا ان هو حاني على اهله وعطوف على اهله وتجاوز حدود الكاريزما الافاق الزعامه وليه ظهير الشعبي قوي جدا. حبيبي المشير وعايزه يبقى رئيسي ويبقى رئيسي. طيب انا بقول ان فريق السيسي اقدر في هذه المرحله على قيادتها. نختار هذا الاختيار من اجل اننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بان ده اكثر الى حفظ حقوق الناس، حفظ حقوق المسلمين. فيما يتعلق بتدين السيد عبد الفتاح السيسي ده جزء من مكون من شخصيه السيد عبد الفتاح السيسي. انت فاجئتني بالموضوع ده. انتخاب قائد للبلد، قائد للامه، قائد للمجتمع. ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته الجاهليه. لا اله الا الله. انا واختي هاجر وهدير بنحبك قوي يا سياده الرئيس. انا دمي سيساوي، انا دمي بيجري فيه السيسي. تسلم ايدك يا سيسي، تسلم ايدك بلادي. نموت يا تحيا ماما. اوعوا ادونا فرصه بقى. هذا رجل حالم، بقدر ما هو حاسم بقدر ما هو رومانسي في حب مصر. اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ. يعني انا كما قلت السيسي ليس في حاجه الى حمله انتخابيه. ايوه
كلنا هندي كلكم من الحزب الوطني السابق، من بقايا الحزب الوطني. 217 نائب بتجهزوا حزب الشعب. حزب الشعب. طيب يعني كل النواب اللي كان مشهور عنهم ان هم نجحوا في ظل النظام السابق او اتزورت لهم الانتخابات هم اللي راجعين دلوقتي في حزب الشعب. ونسيت حاجه ثانيه، ان احنا لينا 47,000 كان عضو مجلس محلي، كلنا بنشتغل للسيسي. ده اعتراف بان الحزب الوطني بيشتغل للسيسي. ايوه بنشتغل علني للسيسي. المشير السيسي باذن الله عامل برنامج مش طبيعي، يعني برنامج فيه امور، بصوا حضراتكم لم يغفل شيء الا وكان موجود، والبرنامج بيقترب من حوالي 450 صفحه. مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار منين؟ لازم تسأل تقول بكام ومنين، بكام ومنين، بكام ومنين، بكام ومنين، مصر تقوم بكام ومنين. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا، مش نضحك على بعضنا ونقول ده ممكن وده ممكن. لا مش ممكن، ده ممكن وده ممكن. لا مش ممكن، مفيش. اليوم السابع بيقول لحضراتكم مفاجآت البرنامج الانتخابي للسيسي، مشروعات قومية للإسكان والمياه والصحة والتعليم. نقطة صغيرة، ما فيش حاجة اسمها برنامج. احنا في دستور كلنا استفتينا عليه والحمد لله كان الإقرار بيه بنعم. الدستور بيقول ان ما فيش حاجة اسمها برنامج مبدئيا. بشكل حاسم البرنامج الانتخابي جاهز، يتضمن رؤية واضحة وشاملة للمرشح في كافة المناحي. في صحيفة الوطن بكرة بتقول كلام نهائي، السيسي لن يطرح برنامجا انتخابيا. مصدر بارز بيقول لصحيفة الوطن سيكتفي السيسي بالرؤى والأفكار. وقالت المتحدثة باسم حركة الشعب يأمر إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لا يملك برنامجا رئاسيا محددا. يعني عند السيسي البرنامج فين؟ العلم في الراس مش في الكراس. أنا مش قادر أديك، مش عايز، انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك هديك من عيني. مفيش أنا مستدعى في مهمة لإنقاذ هذا الوطن.